حدث ما لم يكن في الحسبان. برشلونة يرمي بكل أوراقه من أجل حسم صفقة مبابي. إليكم التفاصيل بالكامل. عندما اعتقدنا أننا وصلنا إلى القمة في مسلسل انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وجدنا أنفسنا أمام حلقة جديدة مفاجئة كليا. هي حبكة أقرب لكونها درامية من رياضية، لأن من دخل على خط المفاوضات ما هو إلا برشلونة غريم ريال مدريد، وآخر ناد يمكن أن يكون له أمل بالتعاقد مع مبابي لأسباب عديدة جدا سنأتي على ذكرها في هذا الفيديو مع التفاصيل الكاملة للمفاوضات التي تم تأكيدها بين باريس سان جيرمان وبرشلونة. فلنعد بالزمن ساعات إلى الوراء. الوضع الحالي للاعب هو أنه معاقب من قبل ناديه، وتم منعه من السفر مع البعثة التي توجهت إلى اليابان للمشاركة بالفترة التحضيرية، بانتظار أن يعلن موقفه إما بالبقاء والتجديد أو الرحيل هذا الصيف، أو أن يختار أسوأ السيناريوهات بالنسبة له وباريس، وهو بقاؤه وإتمامه لعقده حتى اليوم الأخير والرحيل مجانا إلى ريال مدريد. وفي هذه الحالة سيبقى حبيس دكة البدلاء طوال الموسم. هذه هي الحالة الأخيرة التي كنا ننتظر لمعرفة إلى ما ستؤول إليه، إلا أن قرر باريس عرض اللاعب رسميا في السوق وبدء الاستماع إلى العروض التي ستقدم له. العرض الفلكي الأول أتى من نادي الهلال السعودي الذي قدم أكثر من 300 مليون يورو لموسم واحد على أن ينتقل كيليان إلى ريال مدريد في الموسم الذي يليه. وفق صحيفة ليكيب فإن باريس يتوجه لقبول العرض، وما على نادي الهلال إلا إقناع اللاعب بقبول مبلغ ضخم جدا على أن يرحل بعد عام واحد، ما يعني أنه قد يلعب في الدوري السعودي عوضا عن الجلوس على دكة البدلاء في حديقة الأمراء، ومن السعودية يتوجه مباشرة إلى نادي أحلامه. لكن العرض الأكثر غرابة والذي شكل صدمة كبرى هو ما أعلنت عنه الصحيفة الموثوقة نفسها، والذي أتى من قبل نادي برشلونة الذي جدول اتصالا مباشرا مع إدارة النادي الباريسي من أجل إبرام صفقة القرن وسرقة كيليان مبابي من ريال مدريد والإتيان به إلى الإقليم الكتالوني. السؤال هنا: كيف يمكن لبرشلونة الذي لم يتمكن بكل الخطط الاقتصادية التي قام بها على إعادة أسطورته ليونيل ميسي، ولم يتمكن حتى الآن من تسجيل جميع تعاقداته رسميا في الليغا، من الدخول بجرأة في مفاوضات ضم لاعب مثل مبابي بأجر مرتفع وعمولات ضخمة جدا؟ هي لا شك مزحة، لكن لا، الأمر جدي جدا، ولابورتا على اتصال بباريس، ووفق الصحيفة فإن برشلونة لم يعرض أموالا، بل يريد أن يقدم لاعبين عدة في مقابل الحصول على خدمات كيليان مبابي. السؤال الأهم الذي يطرح: حال وافق باريس أو حتى كيليان، كيف يمكن لبرشلونة تحمل تكاليف هذه الصفقة لناحية الأجر؟ والسؤال الأبرز: هل يعتقد برشلونة حقا أن كيليان الذي لطالما يحلم باللعب لريال مدريد قد يقبل بالاستماع إلى هذه الصفقة؟ وفق متابعتنا لمسلسل مبابي، فإن الأبواب فعلا مفتوحة على كل الاحتمالات.